حياكم الله وبياكم. بيقول لك واحد ألماني بيحكي بيقول إنه من هو صغير كان بيخاف لأنه كان بيتخيل إن في شخص بينام تحت السرير بتاعه، فراح لطبيب نفسي علشان يعالجه. فالطبيب قال له إنه هيعالجه على مدى 3 جلسات في الأسبوع لمدة سنة، وكل جلسة هتكلفه 200 يورو. فقال له طيب هفكر وارجع لك يا دكتور. وطبعا ما رجعلوش لأن تكلفة العلاج كانت عالية. وبعد سنة اتقابلوا صدفة، فسألوا الطبيب ليه ما رجعتش علشان تكمل علاجك؟ فقال له يا دكتور انت طلبت مني 200 يورو في الجلسة الواحدة على مدى 3 جلسات في الأسبوع لمدة سنة، يعني تكلفتهم 28800 يورو، وده مبلغ كبير والتأمين الصحي مش هيغطيه. ولكن معايا صديقي أبو العز من سوريا عالجني من أول جلسة، وده كله مقابل سندوتش فول فلافل وعلبة كولا. فقال له الطبيب وهو مندهش وصاحبك ده طبيب وكيف عالجك من أول جلسة؟ فأجابه الألماني وقال له صاحبي قال لي بيع السرير ونام على الأرض، ومن ساعتها انتهت مشكلتي يا دكتور. الشاهد من القصة إن ساعات حل المشكلة بيكون أبسط ما يكون، لكن إحنا بندور على الحل البعيد وبننفق فيه كل عزيز وغالي. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.